سلام البنات، اليوم جبت لكم قراطة شوفلور واحد البنة. يعني قد ما راح نحكي لكم ماش راح نقدر نوصف البنة اللي جات في هاد القراطة، وخاصة رائحته زكية. بالنسبة للجماعة اللي ما يحبوش الريحة ولا الذوق تاع الشوفلور، ما فيهش قاع الريحة، يعني غير تهناو. وراح يحضر في وقت قياسي وغير مكلف. كما راكم تشوفوا القوام تاعو يترفد عادي بلا ما يتكسر، ومش راح يجيكم ناشف، راح يجي يعني بنين ومشمخ ومعسل. نمر مباشرة لطريقة تحضيره. بالنسبة للكمية راح تقعد على حسب أفراد العائلة ديالكم. أنا استعملت غير راس شوفلوغ صغير، نقيته وغسلته وقطعته هكا إلى باقات. جبت أيضا ربع حبيبات نتاع بطاطا، قشرتها غسلتها وقطعتها إلى مربعات هكذا تكون كبيرة. نجيب قدرة ولا حطوا فيها الماء سخون، حطوا داك الشوفلوغ والبطاطا، وريقة نتاع رند وشوية قطرات نتاع الخل هكذا باه تروح له الريحة، مع ربع ملعقة كبيرة نتاع الملح. كما نعرفوا الشوفلوغ يحب الملح، وايضا به البطاطا ديالكم والشوفلوغ راح يجوا بنان، ما يجوش صامتين. نحطها مباشرة على النار ونغطيها حتى وين طيب تماما. نجيب من جهة واحدة أخرى كاسرولة. اليوم راح ندير معكم بيشاميل بالزيت، كنت درتها معكم من قبل بالزبدة، هذه تاني تجي بزاف بنينة. نحتاجو الملعقة كبيرة لافارين، نضيف عليها 3 ملاعق كبيرة نتاع زيت سونغو، معاها ملعقة صغيرة فلفل أسود، ورشة نتاع ملح، وزوج كيسان تاع حليب. الكاس المستعمل هو 240 مليلتر. نخلط كل شيء بارد في بارد ونحطها على نار متوسطة مع التحريك حتى وين تحصلوا على القوام المطلوب. هذه هي لا بيشاميل بعد ما طفيت عليها. راح نوريكم القوام ديالها، هاي كيفاه جات. راح نضيف عليها بيضة كاملة. هنا ما نكتبش عليكم، حبيت نضيف لها البيض باش تجيني هذيك الطبقة الفوقانية حميمرة ودوغي، وراح تجي متماسكة يعني فوق الكغاتا، راح تعطي منظر وكذلك بنة. نحط لا بيشاميل عفوا على الجنب. نمر الآن للخطوة الموالية. في مقلاة نحط شوي نتاع الزيت، بصلة متوسطة مقطعة رقيق، مع أنا استعملت أقل من ربع صدر دجاج مقطع أيضا إلى مربعات صغيرة. نضيف عليهم سنينة نتاع توم تكون كبيرة، ولا تقدروا ديروا 3 سنينات صغار. نضيف التوابل، عندي كمون، فلفل كحل، ورشة نتاع ملح. نحط هاد المقلاة على النار قليلة، ونبقى نحرك فيها حتى وين تطلق ديك البصلة الماء ديالها وتتقلى مع الدجاج مليح مليح، وحتى يعني وين تتكراميليزا مع داك الدجاج، ونطفي عليها. هذا هو الشوفلوغ والبطاطا بعد ما طابوا مليح. حطيتهم في كسكاس وصفيتهم مليح من داك الماء. من بعد نجيب فورشيت ونضغط عليهم بهذا الشكل. نفرغ الشوفلوغ والبطاطا على داك الدجاج والبصل بعد ما طابوا، ونحاول نخلطهم مليح هكذا باه تدخل البنة تاع الدجاج والبصل مع الشوفلوغ والبطاطا. واخيرا نجيب الكاسرولة نتاع لا بيشاميل، نفرغها ايضا عليهم ونخلط الكل مع بعضاه. نجيب لو بلا اللي راح ندخله للفرن، ندهنه بشوي نتاع زبدة، ونفرغ الخليط ولا هاد الكغاتا في لو بلا، ونزينه بفرomاج غابي، وندخله مباشرة للفرن يطيب من تحت ويتحمر من الفوق، يدي لون دوغي، ونطفي عليه. ان شاء الله يعجبكم هاد الكراتا وتجربوه، ومتأكدة اذا جربتوه راح يعجبكم بزاف. خلوا لي تعليقاتكم في الاسفل، والى الفيديو القادم باذن الله.